تويتة في غاية الأهمية. قال فيها إن الدوري المصري يعني مش عايز أقول الكلمة بالظبط، لكن قال إن في مشاكل بكل معاني الكلمة. لجنة المسابقات ترزي محترم بيقيف لك أي جدول أنت عايزه على مقاسك بالظبط، والحكام على الكيف، وتوزيع البث التلفزيوني على الكيف، والرعاية حدث ولا حرج، ولوائح داخله هي ولوائح داخلية يعني، ولوائح داخلة على بعض تتأيف على الكيف وتختار اللون اللي انت عايزه. واتحاد الكرة بيتخانقوا على السفريات، ونقل تلفزيوني عظيم ينافس الدوري الموريتاني، وفقرات تحكيمية كوميدية، وخطوط الفار عندنا عرضية وأفقية، ولو مش عاجبك تقدر تعطله خالص عادي، مفيش مشكلة. وورقة الكاس مش عارف ممكن تسحبها عشان ايه. ده كلام النجم الكبير الكابتن احمد حسام ميدو. على الجانب الاخر واحد من رؤساء الانديه المهمين ماجد سامي، وله طبعا تجربه في غايه الاهميه ومستمره لغايه دلوقتي بشكل مميز، طبعا رئيس نادي وادي دجله. سيذكر التاريخ أن اتحادا مصريا لكرة القدم تلقى تبرعا مقداره 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتبارية للصعود الدوري الممتاز قبل 72 ساعة من المباراة قبل النهائية المحددة للفريق الصاعد، ده وفقا لما قالوا أو الكلام على عهدة الاستاذ ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله. بنحاول نجيب الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، مش عارف عنده برنامج دلوقتي ولا ايه، او بنجيب اي مسؤول داخل اتحاد الكوره علشان طبعا يرد، لان اتحاد الكوره في نفس الوقت اصدر بيان خاص بازمه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين. برضو قال فيه ان يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ويؤكد أن البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي